عليكم ورحمة الله. معكم سمرة. اليوم بسوي لكم سلطة العدس الأسود، أو بعض إخواننا يسمونه عدس أبو جبة أو أبو جبة. نعرض معكم المكونات. عندي طماطم قطعتها مربعات، بصل أخضر، أوراق من النعناع، فلفل ألوان قطعتها مربعات، تقريبا كوبين عدس أسود سلقتهم نص سلقة ونقعتهم بماء بارد مدة ساعتين. عندي كمية من البقدونس، فلفل وكمون وملح وخل وزيت زيتون، هذا حق الدريسنج. تابعوني وأنا أحط كل المكونات. أحط البصل والفلفل والطماطم، كمية من البقدونس وأوراق النعناع، أقصصهم أخليهم أوراق كذي بس إذا كلينا يكون الطعم بارز، طعم النعناع. وراح أحط كل هذه المواد. طبق التقديم، أحط العدس بهالشكل هذا، وأسوي الدريسنج اللي يتكون من الفلفل الأسود والكمون ورشة الملح. طبعا أنا سلقت العدس، حطيت عليه شوية ملح، وراح أحط زيت الزيتون والخل وشوية عصير ليمون، ما ذكرته أنا، عصير ليمون. سلطتنا سريعة ما يبلها شيء. أقلب الدريسنج. طبعا أنا على طول أقول الدريسنج ما نحطه إلا عند تقديم السلطة، يعني أجهز كل المواد وكل شيء، وعند تقديم السلطة أحط الدريسنج. الحين هذه كل المواد مالتنا، مكونات. بسم الله، نخلطهم جدا سريعة وخفيفة. بسم الله، نحط الدريسنج. بما ان انا ابي اقدم السلطة الحين، راح احط المكونات هذا على العدسة. ملح جدا معقول. اصب كل هالمكونات هذه على العدس ابو قبة. وخلصت سلطتنا سريعة، ما أخذت مني وقت، وإن شاء الله تعجبكم، وبالصحة والراحة، ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سمرة. اليوم بسوي لكم سلطة الجرجير والشمندر. نعرض معكم المكونات. كمية من الجرجير، شمندر هذا معلب، اللي عنده الفريش يكون أحسن، وعندي دبس الرمان وخل
خل التفاح بس أنا ما عندي، فحطيت خل عادي، وزيت زيتون وليمون، طبعا ملح ورمان للزينة. أنا ما عندي رمان، فاللي تحب تحط رمان هذا كديكوريشن بس. نحط معكم المكونات: الملح والليمون، عصير الليمون، اللي عنده ضغط لا يحط ملح وايد، حتى لو ياكل السلطة كذي جدا حلوة بدون ملح حق اللي عندهم ضغط. بسم الله، نصب الدريسنج وعليكم بالعافية، دمتم سالمين بالصحة والراحة.